اول حاجه غنصايب الكريب بقى عزيز عليا بزاف. بما ان اليوم عندي شويه الوقت فقت شويه الكريب غنصايب الكريب. للناس اللي ما كيعرفوش شنو هي انديبوندونت وومن، هي هادي كلشي باقي ناعس وانت فايقه، كلشي ناعس وانت باقا فايقه، هذه هي انديبوندونت وومن المعنى الحقيقي ديالها. فبالنسبه للكريب غادي نحتاج بيضه واحده، غادي نزيد عليها فاني، كاس ديال الحليب اللي من الاحسن انه يكون دافي او على الاقل ممديوش في الثلاجه، ديال سنيده ومعلقه كبيره ديال الزيت. صافي غادي نخلط هذوك المقادير الاولانيين ومن بعد غنبدا نزيد عليهم الدقيق اللي كندوزو في الباسوار وغنبقى نخلط حتى كنحصل على واحد الخليط عقد من كيكه واحد شويه. صافي كنزيد عليه خماره واحده، من بعد كندهن المقله ديالي بالزيت او بالزبده، هي من الاحسن بالزبده باش ما تخسرش لكم المقله. صافي وكنبقى نقلب فيهم بحال هكا وهذا فطوري واجد. من بعد حطيت معاه التمر، الزيتون، الجبن، العسل. البانكيك راه شي حاجه بسيطه ولكن كتعطي لولدي واحد الاحساس كبير باللي انا نهار الحد راه كنتهلا فيه ودايره ليه خاطر. كتبي لي مامي كلها، كتبي لي انا صغيره. انت قلتي لي كتبي لي مامي، انا ندير خربقه زربقه شتي. قلت لها خربقه زربقه. تفشطاتي تفشطاتي انت انا شايفني حيوتم توقع بنتي انا غادي نحيوها. ساليت يلا سير ماما بس شويه كدوغ، ما بغيتيش تكملها؟ بغيت شبعتي؟ بغيت يلا سير.